نعم. الأمسيات كما ذكرت الشاعرة هذه الأمسيات المشتركة، رأيك فيها بين شعراء وشاعرة؟ والله أنا ما أراها. ما ترى؟ أرى أن الأمسيات اللي فيها شعراء تكون موجهة لجمهور للشعراء، والأمسيات اللي فيها شعراء تكون موجهة لجمهور معين. يعني أشياء كثيرة يعني من عديدة. أسئلة ناصر المري. سؤال ناصر المري، أنا أقول أن البيت اليتيم هو البيت، يعني مع أنه صعبة كلمة أن نقول، لكن فيما أفهمه وأنا وإن كنت ماني مقتنع اقتناعا كاملا أنه بيت ما يستطيع الشاعر يكمله. نعم. لسبب أنه أما عبر عن حاجة معينة واكتمل التعبير فيها، أو لأنه طرق فكرة جديدة ويحس أنها ناقدة، اللي الداخلي يتوقع أنه ما راح يصعد. ما هو من الشوارد، يعني ما يسمى الشوارد أن بيت يتيم لحاله مع ولو معروف راعيه. لا، إذا كانت مسألة من شوارد الشعر لا هذا جانب، لكن أنا أقول إن في الشعراء الآن عنده بيت يتيم، بيت واحد لحاله، ما قدر يكمل ولا قدر يضيف له. أما الشارد أكيد. نعم. القصيدة اللي طلبها هذه موجودة عندك، تقدر تقدم؟ والله موجودة. نقدمها للأخوان إن شاء الله المشاهدين قبل لا نختم البرنامج إن شاء الله. داركنا الأولى إن شاء الله. الحظ مفتاح الدروب المغاليق، أوقف البيبان الليال وخطاها من ليلة الحمى، لقت كالمعاليق في ثلجها في جمرها في لظاها، واسترك يا هم من ورا الحدب وتفيك كل الطعون المرمسات وعناها. الحظ مفتاح الدروب المغاليق، أوقف البيبان الليال وخطاها من ليلة الحمى، لقت كالمعاليق في ثلجها في جمرها في لظاها، واسكرك يا هم من ورا الحدب وتفيك كل الطعون المرمسات وعناها. ومنين ببدا يا جداد الطواريق وانتي مواريف الجروح وذراها، من ضيعة السجة ومر المذاويق ولا من عيوني سهرها، وماها بعض العلوم يجف من دونها الريق وبعض العلوم يجف ريقي، وراها كحلت عيني كحلت عيني من وجه المخاليق، للساعة اللي ينثني من عصاها، ويومي زبنت العين في موقف الضيق، لقيت من كحل طرفها عماها بعض اللحى عزن بوجه المطاليق، وبعض الوجيه أكبر خزاها، الحاها تغرك أزوال الرزال المطافيق، لو أنها ما تختلف عن نساها، هزايل انتلهت ورا الهرج والضيق من قبل تخلق، والزمان هجاها اللي حملتها بالمواثيق، تضعضعت يسبق ميلها رغاها، ويا ليل وم مريت راعى العشاريق، غب الهموم اللي تزايد بلاها، قل له طروش القلب جمعوا تفاريق، ذود وطاقفر الضلوع ورعاها، وما بين مزموم الورق والشواهيق ضيع دربه ونزلها رقاها. صح لسانك، صح بدنك ابو محسن. ابو محمد، ديوانك احد الاخوه عندما سمع عنوان الديوان اللي المسموع اللي ان شاء الله سيصدر الايام الجايه قدح، يقول ما فيها يعني فيها القدح اللي هو المذمة، وفيها القدح قدح الزناد. هو أصلا حتى الظاهر أن القدح هذا هو لإشعال النار، يعني حتى في الموضوع الأول يعني. لكن قدح المفترض عندنا وعند العالم أنه قدح الزناد، ويستعيضون به حتى شعراء، يعني غالبية شعراء المحاورة عن الإبداع أو عن الكتابة وعن الشعر. وإضافة إلى أن حبيت أن يكون الديوان اسمه يعني لافت ويعبر عن اللي أنا أقصده من خلال الشعر اللي طرحته من خلال الديوان. ذكرتنا عن ديوان مطبوع، وكأنك لمحت أن في ديوان ثاني مطبوع إن شاء الله. عندي فكرة يا أبو محسن، لأني أنا أحس أن الديوان المسموع قد يكون مرحلي في فترة معينة يساعد الشاعر، ولكن الثبات والبقاء والخلود هو الديوان المطبوع، هو اللي يثبت، هو اللي يكون متواجد، هو اللي له سنوات. والدليل ان كنت اسولف انا وياك تقول كنت اقرا لي ديوان الشاعر الكبير عبد الله بن سويد، ديوان ولا زال موجود هذا في مكتبات الان. لا بن سويد قريناها عقب، لكن في ديوان كان مجموع لعده شعراء، هذا الكلام قبل اكثر من 50 سنه يعني. ولو انك تجد رقم الطبعه يا ابو محسن. لا وجدنا، عرفت الديوان، عرضه بن سبيل معنا في هذا المكان. أبو محمد، باقي من الوقت شيء قليل، لكن المعروف أن الشاعر المعروف مثلك وشرباك والإعلامي وغيره، إذا شافوه الناس ما يدري يشرون عليه، يقول أنت يعني وكيل مدرسة. الطلبة إذا وجدتهم هل يعني كيف يكون أنت معهم من هذا الشاعر، وبعد خاصة عقب البرنامج هذا وأنت قد ظهرت في أشياء كثيرة، يعني إيش بيكون ردة فعل؟ طول في عمرك. لا هم يعرفون، احنا إذا دخلنا المدرسة أنا خالد المعلم يعني. في المدرسة أنا أدي الوظيفة اللي أنا. ما يسألونك ولا لا يشرون عليك؟ لا ما يسألون يا أبو محسن. أبو محمد، الأسئلة صراحة كما يرون المشاهدين عديدة،
ولكن الوقت ما سمح لنا نحن نقدم قصائدك الطيبة الكثيرة اللي لا تحصى. وما أدري بيت دائما على لسان أبو محمد له ولا غيره؟ والله فيها أبيات كثيرة، لكن يمر في الذاكرة بيت الفيصل بن طوالة. إذا نحن نشكرك يا أبو محمد، ونشكر الشاعر الكبير المعروف خالد محمد العتيبي من المملكة العربية السعودية، ونتمنى إن شاء الله نحن نلتقي معه في مرة ثانية بإذن الله تعالى. ألف شكر لك يا أبو محسن. شكرا.